أهلا بيك في مساحتك الهادية. أنا إيمان، والنهاردة حكاية جديدة. عمرك حسيت إنك شفاف؟ في ناس بتدخل أي مكان الكل بيبص لهم، وفي ناس موجودين بس محدش شايفهم أصلا. أنت أنهي واحد فيهم؟ واقف وسط الناس بتتكلم بس صوتك كأنه صدى، بتهزر بس ضحكتهم مش ليك، ولما بتغيب السكوت هو اللي بيسأل عليك. الصعب مش إن الناس تتجاهلك، الصعب إنك تكون بتعمل كل حاجة صح، طيب، محترم، بتيجي على نفسك عشانهم، ومع ذلك هيبتك حقها مهضوم، والكل بيعاملك كأنك مضمون، كأنك تحصيل حاصل. لو ده بيحصل معاك فالمشكلة مش في حظك ولا في سوء الناس، المشكلة مش إن الناس مش مقدراك، المشكلة إنك أنت اللي علمتهم يعملوا كده. المشكلة إن في أستيكة خفية بتمسح كرامتك من غير ما تحس. تعالوا نفك الشفرة سوا ونعرف إيه اللي بيخفي وجودك وسط الناس. أول شفرة هي ماكينة الاعتذارات، إنك تكون بتعتذر كأنك بتعتذر للناس إنك بتتنفس معاهم. واحد يدوس على رجلك تقول أنا آسف، تطلب حقك من الجرسون تقول معلش أنا آسف، بتسأل مديرك سؤال في شغلك تقول آسف بزعجك. أنت بتعتذر عن وجودك ليه؟ علم النفس بيقول إن كتر الأسف بيدي إشارة إنك عبء. من النهاردة وفر أسفك للغلط الكبير، ولو اتأخرت بلاش توطي راسك وتقول آسف، ادخل بابتسامة وقول شكرا إنكم استنتوني. اقلب الموقف لصالحك. تاني حاجة هي الشخص اللطيف بزيادة، اللي كلمة لأ تقيلة على لسانه. بتبقى راجع تعبان وصاحبك يطلب مشوار ملوش لازمة فتنزل عشان ما يزعلش. اسمعها مني بوضوح، اللي دايما متاح دايما رخيص. لما بتفتح بابك للكل في أي وقت الناس مش بتشوفك شهم، بتشوفك حاجة مضمونة ببلاش. لما بتبدأ ترسم حدودك وتعرفهم إن وقتك غالي، وقتها بس هتشوف الاحترام الحقيقي في عيونهم. تالت حاجة إنك تكون كتاب مفتوح، تقعد مع حد لسه عارفه من دقايق تحكي له وجعك ومشاكل بيتك وتفاصيل مرتبك. انت فاكر إنك بتبني جسور، بس الحقيقة انت بتبان مندفع. الغموض يا صديقي هو نص الهيبة. خليك صندوق مقفول، مش كل اللي يعدي يعرف انت شايل ايه جوه. الفضول هو اللي بيخلق الهيبة. رابع شفرة التلذذ العاطفي، تبعت رسالة وما يتردش عليها فتبعت تانية وتالتة، انت فين؟ زعلان مني؟ أكبر وجع لكرامتك هو انك تحاول تثبت لحد انه محتاجك. اللي يفتح باب حيرتك عشان يخرج افتحهوله على آخره، شاورله بسلام واقفل وراه بهدوء. انسحابك الواثق هو أقوى رد على تجاهلهم. خامس حاجة إنك تسمح بالتقليل منك تحت مسمى بنضحك سوا. واحد يرمي كلمة تجرحك وسط الشلة، ولما وشك يتغير يقولك إيه يا عم مقفوش ليه؟ سكوتك هنا مش ذوق، ده تصريح ليهم إن كرامتك مباحة. مش لازم تتخانق، نظرة عين حادة وسكوت ل5 ثواني وإنت بتبصله كفيلة إنها تبرد القعدة وتعرفوا إنك خط أحمر. آخر حاجة وأصعبهم هي إنك تتريق على نفسك. أنا أصلاً غبي في الحتة دي، أنا حظي فقر. أنت فاكر إنك بتكسر التلج، بس الحقيقة أنت بتكسر نفسك. العقل الباطن ما بيفهمش الهزار، والناس هتصدق اللي أنت بتقوله عن نفسك وهيعاملوك على أساسه. التواضع مش معناه إنك تهين نفسك، خليك خفيف الظل، بس خليك عزيز النفس أولاً. في النهاية الكرامة مش خناقة، الكرامة هي إنك تعرف قيمة نفسك كويس قوي، إنك تحط حدود تحميك وتريحك، وتقفل الباب في وش أي حد بيحاول يطفي نورك حتى لو كان أقرب الناس ليك. ال6 عادات دول لو وقفتهم صورتك قدام نفسك هتتغير، وساعتها بس
العالم كله هيشوفك بوضوح. افتكر دايما الفهم هو أول طريق للراحة، ولو حسيت إن الكلام ده لمس قلبك استنى الحكاية الجاية. كنت معاكم إيمان، أشوفكم في حكاية جديدة.